اهلا بيكم معايا في قناتي كلمتين مش وبس. وفيديو النهارده حابه ان انا اتكلم فيه عن حاجه حصلت لي من شهرين. آه، حد قال لي مها انت لازم تعملي تحاليل لجسمك وتشوفي نسب الكوليسترول والسكر والحاجات دي كلها. وانا الحقيقه ما كنتش بعاني من حاجه يعني ان انا اعمل تحاليل وكده، ده كان بالنسبه لي حاجه يعني ليه اعملها ما انا كويسه يعني. بعاني مثلا ان انا احيانا بيجيلي دوخه، فبقول من الارهاق، الكواليتي بتاعت النوم بتاعتي مش قد كده. معلش السن. آم، يعني ما كنتش محبذة ولا متحمسة لحاجة زي كده ومش شايفة لها لازمة. المهم ان انا عملت التحليل وطلع ان انا عندي الكوليسترول بتاعي زيادة وعندي دهون ثلاثية. الحقيقة ان انا لما لقيت النتيجة انا الصراحة فوجعت، لان انا يعني مش مليانة. ودايما عندي اعتقادي يعني ان انا مش مليانة، يعني إيه اللي يخلي عندي كوليسترول عالي ودهون ثلاثية؟ اكيد مش شرط، بس ده الجهل بتاعي. يعني انا بحكي لكم الموقف تماما، وانا اساسا الاعتقاد بتاعي ايه، ان انتي رفيعة فمش عندكيش كل الحاجات دي كلها. وبعدين انا قعدت شوية نظام اكلي شوية فيجيتيريان الى حد كبير. فطبعا انا بحب كل الاكل اساسا اللي هو المصري ده، بحب الطعمية جدا، والبطاطس بشرايح البطاطس محمرة طبعا بشرايح الطماطم وعليها الملح والفلفل. بحب البتنجان جدا، مسقعة. الحاجات دي كلها بتتاكل بعيش. ف... فكنت ما شاء الله يعني باكل مثلا رغيف، ورغيف صغير اوريدي، مثلا ممكن اكل رغيف ونص او كده اهو، فاقول خلاص يعني حلو يعني. وباكل سلطة يعني بس مش كتيرة طبعا، بس يعني عايزة اقول ان انا كان مينلي الاكل بتاعي كان فيجيتيريان. دي حاجة. تانية حاجة، بحب حاجات كتيرة متحمرة، زي الطعمية والبطاطس والباذنجان وكل الحاجات دي كلها. كمان كان عندي عادة، يعني هي عادة من وانا صغيرة، ان احنا عندنا حاجة اسمها تي تايم، يعني على الساعة 4 5 كده هو لازم نشرب مشروب، وناخد معاه كيكة، قراقيش، بقسماطة، سينابون، بسبوسة، كنافة، حتة جلاش معمول كده بالتفاح والقرفة. وأنا بحب الخبز الصراحة يعني. وبعدين وجود يعني ابويا كان معايا وكده هو، فده كان هو دايما ماما معودانا على كده، فاحنا ايه يقولك ما فيش حته قرقوشه كده عندك، مفيش مش عارفه ايه. فاحنا متعودين ان احنا الصبحيه بعد الفطار بنشرب الشاي بتاعنا او النسكافيه بحاجه صغيره. انا ما باخدش حاجات كتيره، بس هي حاجه دايما صغيره. وعلى الساعه 4 او 5 بناخد ايه المشروب التاني برضو معاه كده ايه حاجه صغيره. يعني ما بنغولش قوي في الاكل، او انا ما بغولش قوي في الاكل، بس هي كلها حاجات صغيره بس every single day كل يوم. المهم طبعا النصيحة دايما ان انت لازم تاخد دواء. وانا من الناس اللي حقيقي يعني الدواء ده بالنسبة لي كأني هاخد سم، يعني لازم اخده بقى في الحاجات اللي انا ايه يعني فيها مقتولة، يعني خلاص خلصت. فانا قعدت ابحث على اليوتيوب، واشوف الكوليسترول والاسباب بتاعته والدهون الثلاثيه. المهم ده عرفني حاجه اسمها مقاومه انسولين. انا كنت فاكره دايما كلمه انسولين يعني معناها السكر، انا السكر عندي كويس. فقال لك لا، ده حاجه بتيجي اسمها مقاومة أنسولين، فبتكون بقى الدهون على الكبد والكوليسترول ومش عارفة ايه وكده هو. طب ايه يا جماعة هنعمل ايه؟ احنا طبعا شفت بقى نظام حاجة اسمها كيتو ولو كارب وكل الحاجات دي كلها. آم، انا ما بحبش برضو التزم بحاجة، يعني ايه يعني انا حد ملتزم جدا جدا والارادة عندي قوية الصراحة، بالنسبة لناس تانية كتير، لكن انا ما بحبش التزم بالحاجة بحذافيرها. يعني دايما ابص كده انا اقدر اعمل ايه من السيستم ده قبل ما التزم بيه. انا اقدر اعمل ايه من السيستم ده عشان انا فعلا هلتزم، يوم ما اقول هلتزم هلتزم. فالمهم قعدت قريت وبحثت،
فهو يعني حاجة ما بين الكيتو واللو كارب، يعني حاجة كده ايه، يعني حاجة كده ايه in between. طبعا بدأت ان انا ازود البروتين بتاعي الصبحية، مثلا البيض. بدأت ان انا اعمل طبق سلطة يعني سلطانية كبيرة كبيرة كبيرة، يعني تكفي مثلا بتاع 5 افراد او كده. هو زيت زيتون، خلاص ما فيش مقليات. العيش بقى قلته جدا، يعني بقيت اخد مثلا توستاية كده هو، او يعني اقل من ربع رغيف حتى، يعني في العيش العادي. وحقيقي بقيت اشبع، لان انا يعني السلطة مع زيت الزيتون، الافوكادو حلوة قوي كدهون صحية. البيض مقلي بالسمنة البلدي، فطبعا ده رائع. فكنت فعلا شبعانة ومبسوطة. والظهر بقى كذلك، بقى حتة اي حاجة بروتين. بس طبعا انا باكلش الفراخ، انا بحبها بس ما باكلهاش كتير علشان الهرمونات وكل الحاجات دي كلها. فصاحبتي حتى قالت لي طب ما هو السمك فيه معاها زيبق ومش عارفه ايه، قلت لها يا دي النيله هنعمل ايه طيب. المهم يعني ايه، حته بروتين وحبه رز 4 معالق، اللي هو معالق الاكل العاديه مش المعالق الكبيره الغرف، 4 معالق بالعدد. وبرده سلطه وكنت خلاص شبعانه بقى. ونظام بقى الصيام المتقطع، يعني مثلا من الساعه 3 لتاني يوم الساعه 8 او 9 لما افطر صبحيه. بشرب ميه، ما كنتش بشرب ميه كتير، فبدات ان انا اشرب ميه. ما كانش عندي فكره، بقول انا لما اعطش هشرب، يعني انا مش عطشانه. فاكتشفت ان انا لما يعني بقيت اشرب، ان بقيت اعطش، يعني كأن دي حاجه انت المفروض تفعلها اكتر. بقيت امشي، يعني امشي مثلا 10 دقايق ربع ساعه. مش كل يوم الصراحه، بس يعني ايه 3 4 أيام في الأسبوع. زودتهم لتلت ساعة. بعمل حبة كده حاجات رياضية كده وستريتشنج في البيت. يعني بدأت أخد بالي من صحتي. ودي كانت حاجة أنا كان نفسي أعملها من زمان، إن أنا ألعب رياضة وأهتم بصحتي وأصحى بدري وحاجات كده. أنا بصحى بدري، بس يعني كنت عايزة أصحى بدري قوي. لكن الصراحة يعني ايه، عارف الكسل يعني، او بكرة، طب ان شاء الله، طب لما اخلص مش عارفة ايه، طب لما اعمل ايه. انا من الناس اللي هي يعني لازم تزقها على الحاجة. فمهم لما جالي الكوليسترول والدهون الثلاثية، لا كان لازم ان انا اهتم بصحتي. وقلت ما انت كنتي عايزة تهتمي بصحتك، جه الوقت بقى ان انت تهتمي بصحتك. واكتشفت اساسا وانا بهتم بصحتي قد ايه كان غايب عني معاني ان انا فعلا احب نفسي. يعني انا مثلا بعمل سلطة فيها اكتر من 10 مكونات او اكتر، يعني وكلها حاجات يعني خضرة، وحاجات بتحرق الدهون. وانا صراحة من الناس اللي هم بيحبوا الخضار، يعني انا بحب الخضار جدا والسلطة جدا. ف فحتى الناس لما كنت اقول لهم على النظام ده، يقول لك يا ما هنقعد نقطع كل ده، يعني السلطه ممكن تقعد معايا انا بقطع فيها وبغسل الحاجات وكده هو نص ساعه. فرحت قلت طب يعني هي النص ساعه ايه يعني، يعني ايه النص ساعه يعني. ما هياش معجزة يعني ان انا ادي لنفسي نص ساعة. يعني النص ساعة دي ان انت تحب نفسك، تقعد نص ساعة تحب نفسك، دي قصاية. وبعدين قعدت اقول طب يعني احنا بنبذل مجهود رهيب علشان نحب الاخرين، ونفكر لهم ازاي هنبسطهم، وازاي نجيب لهم هدية في عيد ميلادهم، وازاي نعمل لهم اتموسفير حلو ومش عارفة ايه. طب احنا يعني نص ساعة ان انا اعمل لنفسي طبق سلطة، ده كتير عليا. فقد ايه كنت الشعرة بكمية حب مني ليا وانا بعمل السلطة دي. منعت طبعا السكر. وبرضو كان ليا في الاول احساس كده، اول ما منعت السكر بعد اسبوع حسيت ان كأنك في زي ضباب، مش على عينيا لا، ضباب في الافكار. حسيت ان الدنيا كده صافية وهادية. يعني قد ايه السكر فعلا مؤذي. آه، المهم ان انا عملت تحليل بعدها بشهر، وطلع الحمد لله الكوليسترول نزل جامد جدا جدا، يعني فاضل لي حاجه بسيطه كده هو. والدهون الثلاثيه خلاص مش موجوده، والمعدل بتاعي كمان معدل بيرفكت حلو. أم، انا ماشيه لسه على النظام دوا. بس حقيقي الايام دي جو الشتاء يعني صعب.
ففي بعض الخروقات كده هو مثلا ان انا بدأت يعني مش بتعشى، بس يعني حاجة كده بسيطة كده على الساعة 5 او 6 باخدها. وبعدين رحت قلت مش مهم يعني، يعني ما تبقيش ستريكت قوي، تبقيش جامدة قوي يعني مع نفسك. وكان في فترة كده الواحد كنت عندي دور برد شديد، فبطلت المشي، بس ان شاء الله هرجع له تاني ان انا امشي، لان حسيت قد ايه الواحد خفيف، وقد ايه الواحد يعني منطلق كده، يعني منتعش، فعلا منتعش. إيه، طبعا لما عملت النظام الاكل دوا انا وزني يعني خسيت. ودي كنت حاجة أساسا مش حباها، لأن أنا طول عمري رفيعة رفيعة جدا. وكانت دايما ماما واحنا صغيرين يعني تتضايق، لأن ماما من الناس اللي هي طول الوقت بتعمل أكل يعني. ماما طول الوقت بتعمل مربات وبتطبخ والقراقيش والبسكوتات، ويعني حاجات كتيرة قوي يعني. فانت بالنسبة لها عيل غير مبشر بالخير، لانك مش بتشجع المنتج بتاع ماما. اكلها حلو على فكرة جدا. بس انا ما كنتش يعني اللي هو، يعني انا مش طول النهار باكل، واكلتي صغيرة قوي. ولو مثلا اكلت مثلا وفي يعني مثلا لقمة صغيرة فاضلة او معلقة صغيرة، اللي هو يعني طبعا بغرف على قدي على قدي يعني، عشان انا ما بحبش حاجة تترمي او كده. فلما اجي افوت حاجة بسيطة ماما تقول لي يعني هي جت على دي، والله يا مامي والله ما قادرة. فتقول لي يا بختك ببطنك. فأنا طبعا طول الوقت كنت رفيعة ومحل انتقاد من أهلي ومن أصحابي ومن كل الناس يعني، من كل الناس كنت محل انتقاد. طبعا الناس اللي هي كانت مليانه فتقول لك انت ما عامله بقى رجيم ايه ومش عارفه ايه. قلت لهم يا جماعه مش عامله رجيم، انا ما باكلش اي حاجه ممكن تتخن يعني. واكلتي ما هياش كبيره. ف... ففي فترة يعني مثلا تقريبا من 6 سنين بدأت ان انا املى. طبعا الحرق بتاعنا كل ما بنكبر في السن بيقل، وحصل لي بقى نوع من انواع الهدوء النفسي والاستقرار شوية، فاللي هو ده ادى ان انا املى. وبقيت فرحانة اللي هو انا مليانة بقى خلاص، يعني ما بقيتش رفيعة زي الاول. ولو ان آم، يعني في المخ بتاعي لسه ان انا مثلا مقاسي زي المقاس اللي قبل كده هو، يعني لما اجي اشتري هدوم دايما ابص كده هو ايه ده صغيره زي صغيره. لسه مش قادره اقتنع جوايا ان انا مليت شويه، ما تخنتش بس مليت شويه. ف بس بقيت شكلي حلو والناس اثنت، وانا خلاص كده انا حققت التارجت اللي كان طول عمري اساسا مذلوله بيه يعني. فطبعا لما جه السيستم بتاع الاكل دوا نقص، فنقص لي وزني، فانا كنت الصراحه متضايقه. فلقيت الناس بتقولك لا يا مها ده انت وانت رفيعه احلى، يعني انت يعني خليكي وانت رفيعه، يعني انت رفيعه ده حلو كده، هو ده انت كده احلى، ده انت كده. بعدين قعدت ابص كده اقول ايه ما انت عايزه ايه. رحت قلت انا لا عايزه ابقى تخينه ولا عايزه ابقى رفيعه، انا عايزه جسمي يبقى صحي، يبقى معافى، احس كده بالانطلاق كده وان انا يعني قادره ان انا اتحرك بدون دوخه، ان الدنيا حيويه عندي. انا مش عايزه اصغر في السن ولا، لا انا عايزه ابقى سني، بس عايزه ابقى عندي صحه معقوله اقدر اعمل فيها اللي انا يعني اتمناه، او اقدر يعني اتماشى بيه مع الحياه، او متطلبات الحياه اللي انا بعملها. دي كانت تجربتي في الكوليسترول. انا ماشيه لسه على النظام، لسه كمان شهر هعمل تحليل تاني واكيد هقول لكم. بس دي كانت تجربه مهمه جدا جدا في الحياه عندي، وانا حبيت ان انا اشاركها معاكم. ويومكم زي الفل ان شاء الله. باي باي.